بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن فتح مكة. وفتح مكة كان في اليوم 20 من شهر رمضان للسنة 8 بعد الهجرة. وفتح مكة جاء بعد صلح الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أجل أن يعتمر، فوقع بينه وبين قريش الصلح. وهذا الصلح من البنود التي اتفق عليها الطرفين المسلمون والكفار. اتفقا على توقيف الحرب لمدة 10 سنوات. ومن أراد أن يدخل مع الكفار فله ذلك، ومن أراد أن يدخل مع المسلمين فله ذلك. فمن الذين دخلوا مع المسلمين، القبائل التي دخلت مع المسلمين قبيلة خزاعة. ومن القبائل الذين دخلوا في حلف الكفار قبيلة بني بكر. ثم قريش اتفقت مع قبيلة بني بكر من أجل غدر بني خزاعة أو قبيلة خزاعة، لأن كان بينهم ثأر، كان بينهم عداوة. فهجمت قبيلة بكر على قبيلة خزاعة، وأهل خزاعة فروا إلى مكة المكرمة ودخلوا إلى الحرم، وتبعتهم قبيلة بكر بمعاونة قريش. فقريش هي التي أعطتهم الأسلحة، وهي التي حاربت معهم، فقتلوا رجالا من بني بكر الذين هم في حلف المسلمين. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وجهز جيشا متكون من 10,000 مقاتل. وفي الجيش عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وغيرهم من هؤلاء السادة والقادة. والإسلام كان في عزته وفي قوته في ذلك الوقت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الجيش إلى أبطال، فالتف الجيش حول مكة المكرمة، فتشتت الكفار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، والله سبحانه وتعالى قال: إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا ظاهرا من دون أي قتال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولما وصل عند الكعبة فوجد في الكعبة في الداخل وفي الفوق ومحيطا بها أكثر من 360 صنما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قوسا وبدأ يضرب ويحطم هذه الأصنام. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبدأ يحطم هذه الأصنام. فطلب من بلال بن رباح أن يصعد على الكعبة ويؤذن، فأذن بلال. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وجد فيها رسومات لإبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام. ما معنى يستقسمون بالأزلام؟ كانوا يأتون بالأقداح. الأقداح هي عبارة عن غراف بالأقداح، ويضعون في هذه الأقداح يا إما نعم وإما لا. فمن أراد أن يتزوج يذهب إلى الكاهن الموجود عند الكعبة، فيضرب له هذه الأقداح. فإذا خرج نعم فليتزوج، وإذا خرج لا فلا يتزوج. وكذلك في السفر وهكذا. فكانوا يضربون هذه الأقداح. فوجد هذه الصورة لإبراهيم وإسماعيل أنهما يستقسمان بالإسلام، فلحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما استقسم بها، والله ما استقسم بالأزلام.
يقول الحق سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي فتح مكة فكأن الإسلام انتصر على الشرك وانتصر على الوثنية وانتصر على الأصنام، ولم يبقى هناك عبادة للأصنام في مكة المكرمة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوثنية وعلى هذه الأصنام. ونريد أن نستخلص الدروس والعبرة من فتح مكة. ما هي هذه الدروس والعبر التي نستخلصها من مكة المكرمة؟ فالفتح لم يكن عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وإنما الفتح كان عند صلح الحديبية. صلح الحديبية تم مبدأ الفتح عند صلح الحديبية، ثم اكتمل الفتح من السنة الثامنة إلى السنة العاشرة، واكتمل الفتح وانتشر الإسلام وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، والكثير دخلوا في الإسلام، وحتى من المشركين الذين كانوا في مكة كانوا في الإسلام دخلوا في الإسلام، ومنهم من عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نريد أن نستخلص هذه الدروس وهذه العبر من فتح مكة. أولا، ما سبق فتح مكة كان عن طريق الجهد والتضحية. باش جاء الفتح ماشي غير هذا، عن طريق الصبر والتضحية والغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط على ميدان الشرف الكثير من الشهداء. الكثير من الشهداء الذين ماتوا وقتلوا في الغزوات، والذين عذبوا والذين شردوا وانتهكت أموالهم وأعراضهم وغير ذلك، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة. والدرس الثاني الذي نستفيده هو بيان عاقبة نقض العقود والمواثيق، لأن قريش اتفقت مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهم صلح، ولذلك الذي ينقض الصلح يكون مصيره هكذا. والله أنا حضرت في حوالي 2015 في الصلح ما بين دواوير، ووصلنا إلى الصلح واتفق الجميع وتصالح الجميع، وكلهم حلفوا وأقسموا بالله عز وجل أن لا يرجعوا إلى الماضي. بعد شهرين أو ثلاثة بعض الإخوة نقضوا الصلح، فلما نقضوا الصلح دعا عليهم الناس، والله العظيم الدعوة اللي دعاهم عليهم الناس الآن هم يخلصوا. نفس الدعوة اللي دعاها عليهم واحد دعوا عليه بالمرة الآن راه يخرج في بلاصته. والثاني اللي كان 25 سنة ما خرج من الجامعة يأدب الجامعة، وكان من الذين نقضوا العهد فدعوا عليه بالجنون. الآن راه يقوم يسيب الغاية ويصلح، وصل حتى ولي يجيب هذوك أصحاب الغاية يديروا عالي في الدار تاعو. هذا الذي أنا أشهده وأعرفه جيدا لأنه نقض الصلح. فلذلك قريش لما نقضت الصلح فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى مكة فاتحا من دون أي حرب ومن دون أي إراقة دم. خذلهم الله سبحانه وتعالى في عقر دارهم، وهزمهم الله سبحانه وتعالى في عقر دارهم. فلذلك الصلح عاقبته عظيمة، وينبغي الإنسان أن يستجيب للصلح. لما يجوك جاه معليش استجيب للجاه، ولكن من دون أن تتنازل عنك. لا بغيت تتنازل حقك تنازل حقك، ما بغيت تتنازل معليش دير الصلح ولكن طالب بالحق. المهم الجاه ما يتراجعش، ولكن الجاه اللي فيه ناس صالحين، اللي فيه ناس أئمة وناس صالحين، ماشي الجاه تاع اللي جايبهم هو باش يخاصمك وباش يدير حقك. هذا هو المقصود. يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي من نقض هذا الصلح وهذه المعاهدات فقد نكث على نفسه. دعوة شر فيها غير هو، هذا المقصود من ذلك. الدرس الثالث المستفاد من فتح مكة وهو المعجزة التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام
لما أعلن على فتح مكة فكان هناك صحابي اسمه حاطب أبي بلتعة. حاطب أبي بلتعة أرسل كتابا مع امرأة ليخبر قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بجيش ويفتح مكة، وهو خاف على زوجته وعلى أولاده وعلى أمواله في مكة. فالله عز وجل أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يوقف هذه المرأة، فأوقفوا هذه المرأة وفتشوها فوجدوا عنها هذا الكتاب. من أين لك هذا الكتاب؟ قالت حاطب أبي بلتعة هو الذي أعطاني هذا الكتاب. والله عز وجل قد أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن حاطب أبي بلتعة هو الذي خان هذه القضية، خان النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم ذلك عفى عنه، لأنه اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. لماذا عفى عنه؟ لأنه كان من الذين شاهدوا بدر، من الذين حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، والله عز وجل قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم، فعفى عنه لأنه كان من الذين شاركوا في غزوة بدر، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نستفيد بإقالة العثرات. ما معنى؟ هو إنسان ذو فضل وإنسان شارك في غزوة بدر ومن المسلمين، ولكن غلط غلطة صغيرة وهي غلطة كبيرة بالنسبة للخيانة هذه، ولكن هذه الغلطة اللي غلطها النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف غير ديك الغلطة، شاف اللي دار صوالح بزاف معه، شارك معه في غزوة بدر وفي غزوة أحد وكان معه وكان يدافع عنه إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا معليش ما دام انت راك معانا وشاركت معنا في كثير من الغزوات، معليش بشي غلطه صغيره درتها نمحوا الماضي. لذلك نجد المراه وخاصه عند المراه ممكن تعيش مع راجلها 30 سنه 40 سنه موفرها كلش، ولو كان يغلط معها غير غلطه صغيره تنكر العشيره، يقول له ما راك داير والو. ماشي كاع النسوه ولكن بعض النسوه اللي فيهم هذه الطبيعه. كذلك بالنسبه للرجل، كاين الانسان يكون فضل استاذ يقري ولا مسؤول ولا امام ولا غير ذلك، في بعض الاحيان هذا الامام ممكن 20 سنه وهو يدرس وقال الله وقال الرسول، ممكن خرج الكثير من الطلبه يحفظون القران الكريم وكان يغلط غلطه صغيره ومشكله ممكن يمشي حتى 3 عليه، فالناس يتخلعون ويتكلمون الا على تلك النقطه السوداء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من فتح مكه أننا نتجاوز عن هذه العثرات والمسامح كريم، وأننا لا نبقى نتكلم عن ذلك الشيء فقط، وإنما كذلك لا ننسى الماضي ولا ننسى هذه الإنجازات التي قام بها. نعم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. كذلك من الدروس المستفادة من فتح مكة المكرمة وهو مشروعية السفر في رمضان، لأن فتح مكة كان في اليوم 20 من شهر رمضان، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى مكة، والمسافة التي بين مكة والمدينة المنورة حوالي تقريبا 500 كيلومتر، 460 ولا ما يقرب ذلك. فالصحابة منهم من أفطر ومنهم من أمسك بقي صائما، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الفطر في السفر للحاجة، إذا كان بحاجة إلى الفطر وشق عليهم السفر لأنهم كانوا يمشون على الأقدام، فكانت المسافة طويلة تحتاج منهم إلى كم من يوم حتى يصلوا إلى مكة المكرمة. فمشروعية السفر، أول مشروعية السفر في رمضان يجوز السفر في رمضان للحاجة، وثانيا يجوز الإفطار للحاجة من شق عليه السفر. ونستفيد كذلك من فتح مكة مشروعية حفظ السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلن عن فتح مكة فأصدر قرار ممنوع منعا باتا الخروج من المدينة المنورة، ما كانش اللي يخرج من المدينة المنورة، ولكن اللي يدخل ولكن اللي يخرج ما كانش. لماذا؟ حتى لا ينتشر السر ويصل إلى قريش وإلى الكفار ويجهزون أنفسهم، وهذا يسمى بالتكتيم الإعلامي. لذلك نحن مثلا في الجزائر في بعض الأحيان ممنوع على القنوات الإعلامية أن تنشر بعض الأخبار، وكذلك خاصة تكون قضية فساد ولا قضية إجرام ممنوع على القنوات الإعلامية أنها تنشر الخبر. لماذا؟ لا باش التحقيق يبقى سليم مفعول، باش الأمن مخصصين لهذه القضية يقدروا يباشروا التحقيق تاعهم من دون أي إفشاء للسر. لذلك ممنوع في المادة في القانون الإعلام ممنوع منعا باتا على الصحفي أو على القناة التلفزيونية ولا على جريدة أن تنشر هذا الخبر، ولو كان تنشر هذا الخبر من دون إذن من وكيل الجمهورية تعاقب، تدخل ضمن إفشاء السر. والذي درس القانون والذي يختلف القانون يعرف هذا الكلام. كذلك الدرس المستفاد من فتح مكة إنزال الناس منازلهم. ما معنى ذلك؟ أبو سفيان كان على الكفر، ولكن في فتح مكة كان مازال على الكفر، وجاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر ويحب التفاخر فأعطيه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل إلى دار أبي سفيان فهو آمن. فقال: يا رسول الله، وما لك في داري وما لك في داري؟ فقال: من أغلق على بابه فهو آمن، اللي يقعد في داره ويفتح الباب على فهو آمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم رغم أنه كافر، ولكن ما دام هو سيد في قومه النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على السيادة تاعه طمعا في إسلامه. ونستفيد كذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى مكة فاتحا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء داخل مكة فاتحا دخل مطأطئ الرأس منحني، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة تواضعا لربه سبحانه وتعالى. ما هوش داخل بصدرها قال أنا فتحت مكة وكذا ويتبختر ويدوروا به القنوات الإعلامية وفعلنا ودرنا وعملنا وإلى آخره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حينما تنتصر على العدو أن تتواضع لله سبحانه وتعالى، لأن الذي نصرك هو الله، والذي أيدك بنصره هو الله سبحانه وتعالى. الدرس المستفاد من فتح مكة وهو العفو عند المقدرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وانتصر ومعه هذا الجيش المتكون من 10,000 صحابي، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وقال للكفار: قال: ما ترون أني فاعل بكم؟
ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم قال كل أعمال الجاهلية تحت قدمي إلا السقاية والرفقة. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح هؤلاء الكفار، والكثير منهم من دخل في الإسلام على شافوا تلك المعاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العفو عند المقدرة. الإنسان ما يبقاش حاقد على أخوه، خاصة على الأمور تاع الدنيا. ما يبقاش الإنسان شاد الخو الحقد وحاقد عليه. معليش، خيركم من يبدأ بالسلام. هذه العداوة اللي نشوفها بين الخوة، العداوة ما بين الجيران، العداوة ما بين الموظفين في المؤسسة. قال لك الراعي الخماس مدرسين على أسقى الناس. فالإنسان لازم يطهر القلب تاعو من هذه العداوة ويصفي القلب تاعو، ولا سيما نحن في رمضان ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج، حديث صحيح، حينما خرج ليخبر الصحابة عن ليلة القدر فتلاحى 2 من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت ليلة القدر بسبب تلاحي فلان وفلان، ولكن قال أبشروا فإنها في 5 أو في 7 أو في 9. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا التلاحم والتناحر والتنافر والتنابز هذا لا يخدم الإسلام وليس من الإسلام في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم الكفار قتلوا أصحابه وشردوه وأرادوا أن يقتلوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مطاف قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. والدرس الأخير الذي نستفيد منه وهو العدل والوفاء وإرجاع الحقوق إلى أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مفاتيح الكعبة، ونادى على عثمان بن طلحة وقال له خذ هذه المفاتيح فهي لكم خالدة مخلدة إلى يوم القيامة، ومن أخذها منكم فهو ظالم. فبني عثمان بن طلحة أحفاد تاعو إلى يومنا هذا ما زال مفتاح الكعبة في يدهم. فلذلك هذه الدروس التي استفدناها من فتح مكة، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتح العارفين، وأجعلنا من الذين ينتصرون على أعدائهم، وأن يبارك لنا. وممكن هذه الليلة ممكن ليلة القدر، ليلة القدر في العصر الأواخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر الأواخر من شهر رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. فجدوا واجتهدوا وقوموا الليل واذكروا الله عز وجل وابتعدوا عن اللغو وعن أماكن اللهو، فإنها تعادل 1000 شهر، تعادل 1000 شهر. وغدا إن شاء الله ممكن إذا كنت موجود نتكلم عن ليلة القدر ونفصل فيها تفصيلا إن شاء الله يا رب العالمين. آمين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.